دايما بتحس ان انت ما عندكش ثقة بنفسك مهما بتبقى قاعد وسط ناس. دايما بتحس ان انت شخصيتك ضعيفة ومش عارف تبقى واثق من نفسك زي ما بقية الناس واثقة من نفسها. طيب تعالى اقولك على كام حاجة تعملها علشان ترجع ثقتك بنفسك من تاني. وصدقني الموضوع مش صعب خالص زي ما انت متخيل او زي ما انت حاطط في دماغك ان انت مش هتعرف توصل. اول حاجة ودي بالنسبة لي اهم حاجة ان انت تبطل تهول المواضيع في دماغك. ايوه تهول، يعني بمعنى ان انت تبقى قاعد وسط الناس تحس ان انت انا لو اتكلمت وقلت الكلمة الفلانية الناس اكيد هتنتقدني وتشوفني بصورة وحشة، او انا لو عملت التصرف الفلاني اكيد هيستغربوني وينبذوني ويحسوا ان هم مش عايزين ان انا اكون موجود في القعدة. لان تلات ارباع الافكار اللي بتبقى في دماغك وانت قاعد وسط الناس تلات ارباعها مش بيحصل اصلا، وهي بس بتفضل في دماغك. بس النتيجة ان انت بتفضل قاعد زي ما انت مش بتعمل اي تصرف، عشان دايما حاسس من جواك ان لو انت عملت اي حاجة اللي قدامك هينتقدك وهيقولك رد مش هيعجبك، فانت مش عايز تتحط في الموقف ده. فبلاش تعمل كده، لان ده وانت مش حاسس بيزود قلة الثقة في النفس جواك. تاني حاجة ودي مهمة برضو جدا، وهي ان انت تبطل تعمل تصرف غير متوقع. يعني ايه؟ يعني دلوقتي نرمين متوقع دايما ان هي شخصيتها واحد اتنين تلاتة وبتعمل التصرف الفلاني. نرمين لو اتحطت في قعدة معينة او موقف معين احنا حافظينها بشكل معين، فلو جت تعمل تصرف غير متوقع عن شخصية نرمين احنا هنبدأ نستغرب. فانا بقى كنرمين المفروض ان انا مش هعمل اي تصرف غير متوقع عشان افضل مقبولة من اللي حواليا. لا، ما تعملش كده. ليه؟ لان بكل بساطة اللي حواليك بيجوا بالتعود. مادام التصرف اللي انت بتعمله انت شايفه صح ومرتاح له وفي نفس الوقت مش بيأذي اي حد، يبقى اعمله طبعا. لان انت جواك هتفضل دايما شايل هم الشخص الفلاني. لو انا عملت التصرف ده هو مش هيحبني، خلاص مش هتعمل التصرف ده. والشخص الفلاني التاني لو انا برضه عملت التصرف التاني هو مش هيحبني. هتفضل هكذا. هتلاقي ان انت شخصيتك مربوطة باللي حواليك، شخصيتك وتصرفاتك وتفكيرك وقراراتك كلها مربوطة بناء على اللي حواليك هيقولوا ايه وهيتصرفوا ازاي. ما تعملش كده. حتى لو كان التصرف غير متوقع من شخصيتك مادام هو صح وكويس وفي نفس الوقت تاني انت مش بتيجي على حد او مش بتأذي حد، اعمله. وحتى لو في الاول الناس استغربتك ايه ده احنا مش متعودين منك على كذا، ده ما يخلكش من جواك تتهز او اللي هو لا لا خلاص انا مش قصدي، لا انا مش عارفة ايه. لا، خليك واثق من قرارك. وصدقني الناس بتيجي بالتعود وبس. متعودين عليك شخصية ما بتقولش رأيها في اي حاجة، هيفضلوا متعودين على كده. متعودين عليك ان انت شخص بيقول رأيه وطريقته في الكلام معينة، هيتعودوا على ده. الناس كلها كلنا بنيجي بالتعود. تالت حاجة ودي السبب الرئيسي في انعدام الثقة بالنفس، وانا بالنسبة لي بقى دي حاجة مهمة جدا لان هي من جوانا جدا، وهي ان احنا بينا وبين نفسنا بنحس ان احنا ملناش قيمة. يعني انا وجودي من عدمه مش هيفرق. انا اصلا لو ما بقتش موجودة في الدنيا بكرة انا محدش هيحس بيا، محدش هيحس اصلا ان انا ما بقتش موجودة. بلاش ان انت تقول لنفسك الكلام ده. طيب افرض فعلا انت مش حواليك ناس سبورت ليك، مش حواليك ناس بيحبوك، او مش ناس كويسة اللي تقدر ان انت تقول دول قريبين مني. هقولك رد بسيط جدا، وهي ان كل الناس في كفة، وليك بقى باللي خلقك اللي هو اعظم من اي حد في الكون كله. هو اللي خلقك وهو اللي جنبك. فصدقني انت مش لوحدك، وصدقني وجودك بيفرق جدا للي خلقك. لان اللي خلقك كرمك وخلاك في احسن صورة، وخلاك تيجي في الدنيا دي لسبب. ما خلاكش ان انت تيجي في الدنيا دي عشان تبقى كاره نفسك او تحس وجودك زي عدمه او تحس ان انت مش واثق من نفسك. بلاش ان انت بينك وبين نفسك تقول انا مش هيفرق وجودي. اوقات انا عارفة ان في ناس ما بيبقاش حواليهم ناس سبورت ليهم او ناس قريبة منهم، او ممكن يكون حواليك ناس كتير جدا، بس لما تيجي تقعد بينك وبين نفسك تشوف مين القريب، مين اللي تعتبره فعلا حد بتحبه او حد تثق فيه او حد بيخاف عليك فعلا من قلبه، تلاقي ان مفيش او يعتبر شخص شخصين. واوقات كتير ناس فعلا مش بيبقى عندهم ولا صحاب ولا اهل. طبعا لو عندك صحاب واهل فخليك واثق ان انت غالي عندهم. لو انت فعلا متأكد من ده، يعني لو هما فعلا سبورت ليك وبيبينوا ده في تصرفاتهم او في كلامهم او في حاجات كتيرة قوي، لازم تبقى متأكد ان وجودك فارق. طب افرض انا اتأكدت ان انا فعلا وجودي مش فارق، او انا ربنا رزقني وعوضني في حاجات تانية بس ما رزقنيش في حتة الاهل او في حتة الصحاب، او ما رزقنيش في فكرة الناس عموما ان يبقى في حد سبورت ليا، وانا عارفة ان دي
موجودة عند ناس كتير جدا. فانا بقولك خليك بقى فاكر ان انت معاك اللي احسن من كل دول، وهو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، هو اللي جنبك في كل حاجة. يعني هو اللي في ايديه ان هو يخليك مبسوط النهاردة وفرحان ويحقق لك كل اللي نفسك فيه، هو اللي في ايديه يخليك في احسن صورة انت عايزها. فصدقني انت معاك قوة كبيرة قوي، انت بس اللي لسه مش مركز من حاجة زي كده. في نقطة كمان عايزة اقولها، وهي اوقات كتيرة قوي انعدام الثقة بالنفس بيوصل لمرحلة شديدة جدا، وبيوصل لمرحلة الاكتئاب. توصل مع ناس ان هو من كتر ما مش واثق من نفسه، وحس وعمل كل حاجة علشان يقدر ان هو يحسن ثقته من نفسه، مش عارف. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت تروح لدكتور متخصص. وعلى فكرة ده مش عيب. ولو حصل ان في انت الناس اللي حواليك اهلك او ايا كان مش بيدعموك في الفكرة دي، او انت بالنسبة لهم لو رحت وقلت لحد فيهم انا عايزة اروح لدكتور عشان انا حاسس من جوايا ان انا مش مبسوط من نفسي، او حاسس اني متضايق، او حاسس اني مكتئب، انت عارف ان انت لو قلت لهم كده هيهجموا عليك ويقولوا لك لا، ويعني ايه، وهو انت شايف نفسك مجنون، ما بلاش الجو ده، او ما بلاش الكلام بتاع السوشيال ميديا والحاجات اللي هم يقعدوا يملوا دماغك ان انت لا انت مش تعبان. بس انت بينك وبين نفسك انت عارف ان انت تعبان، وجربت كل حاجة ومش عارف تعمل حاجة. صدقني ما تسمعش ليهم، وانا بقولك ما تسمعش ليهم، لان صحتك النفسية اهم من اي حاجة. وروح لمتخصص، روح لحد يحاول يساعدك في ان انت تفهم نفسك، تفهم انت ليه مش قادر توصل للثقة بالنفس اللي انت عايز توصل لها دي. وصدقني ده هيساعدك ان هو هينور لك حاجات معينة انت اصلا ما كنتش واخد بالك ان هي موجودة فيك. اوقات كتيرة قوي احنا ما بنبقاش شايفين في نفسنا حاجات، بنبقى مستنيين ان حد هو اللي يقول لنا لا انت فيك الحاجة دي، انت فيك الحاجة دي، بس انت محتاج ان انت تشتغل عليها، انت محتاج ان انت تطلعها. يخليك بينك وبين نفسك انت اللي تشوف الحاجات كتيرة قوي اللي انت اصلا ما كنتش تعرف ان هي موجودة. فصدقني في اوقات كتيرة قوي لو وصل الموضوع ان انت قلب معاك باكتئاب او بحزن شديد او بضيقة شديدة، لا روح لمتخصص. ولازم انت تبقى متفاهم بينك وبين نفسك ان دي مش حاجة عيب. كلمة اخيرة عايزة اقولها لكم، ودي مهمة جدا ومش كتير قوي من الناس اللي تلاقيها ناجحة او واثقة من نفسها بتقولها لك. اي حد تشوفه واثق من نفسه او ناجح او واصل لاحسن درجات انت نفسك تكون زيه، او قدوتك الاعلى او المثل الاعلى ليك، تأكد 1,000,000% ان هو جه عليه اوقات كان عنده انعدام ثقة بالنفس. مهما قالك لا، او مهما قالك لا 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 انا على طول واثق من نفسي، اعرف ان هو مش عايز يظهر ده. لان كلنا وبدون استثناء بيجي علينا اوقات احنا مش واثقين في نفسنا، مش عارفين ناخد قرار، حاسين ان احنا مهزوزين، لا مش عايزين نتحط وسط ناس عشان محدش يشوفنا بالصورة الفلانية او محدش ينتقدنا. كلنا كده، بس في اللي بيبان عليه وفي اللي بيقدر يخبي، في اللي لما بيجي عليه الحالة دي بينعزل عن الناس عشان ما يبانش ان هو مهزوز، او ان الفترة دي ثقته بنفسه مهزوزة، او هو مش في احسن حالاته لحد ما يقوم من تاني. فصدقني اللي انا عايزة اقوله لك ان انت مش لوحدك في الرحلة دي خالص، الرحلة دي كلنا بنمر بيها. هي بس الفكرة كل واحد فكر ان هو يتصرف، ولا في حد تاني لا خلى نفسه في نفس الحتة دي وفضل فيها، وفضل دايما يقول انا مهزوز، انا دايما ما عنديش ثقة بنفسي، انا دايما الناس بتيجي عليا، انا دايما مش عارف ياخد حقي. فما تبقاش الشخص ده، واشتغل على ثقتك بنفسك. وصدقني تاني انت مش لوحدك. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.